السلام عليكم ورحمة الله. معكم نور القاضي من مطبخ نور القاضي. النهاردة هنعمل مع بعض الرقاق التحفة ده. بصي تريكات وحاجات فيه هتطلعوا مفيهوش اي دهون وطعمه بجد تحفة ومورق. تعالوا بقى معايا. بص انا دلوقتي جبت طاسه وحطيت فيها البصل الاول، شوحتها، هي الكاميرا كانت وقفت في الحته دي. جبت طاسه شوحت البصل وبعد كده نزلت بيه باللحمه المفرومه، وبعد كده بعد اول ما خدت كده لون حطيت عليها الخضار، وحطيت عليها بقى التوابل، قرفة وكوبيبة صيني، وحطيت سماق، حطيت كمون، حطيت توابل لحمة، حطيت فلفل اسمر، حطيت مع كاري وكركم، وحطيت بابريكا، وحطيت سنة من الشطة. واول ما شوحتهم والملح طبعا، واول ما تشوحوا كده نزلت عليها بمعلقة صلصة. اللحمة دي ضاني، لو انت مش عاملة لحمة ضاني ممكن تحطي معلقة من اللي وبعدها اول ما خدوا كده والحاجات كلها اتعرفت على بعض نزلت بمعلقه من الصلصه. التوابل كلها خدت منها نص معلقه. لو انتي احتاجتي ملح اكتر براحتك بقى، حسب ما انتي بتحبي الملح زايد او قليل او مظبوط براحتك. بعد كده شوحتهم كلهم مع بعض بقى واستووا، سبتهم بقى على جنب. ما حطيتش سوري، حطيت كمان رشه من كوسه الطيب، يعني دي بتدي للحمه المفرومه ريحه تانية خالص خالص. جبت بقى صينيه كبيره كده ودهنتها من تحت دهنه من السمنه بسيطه كده، من الجوانب ومن كل حته كده دهنه حلوه كده. بعد كده جبت بقى الرقاق، ودي شوربه من بتاعه اللحمه، صفتها كويس كويس من اي حاجه. وبعد كده الرص الرقاق. بصي هو ما بيفرقش معايا والله، اي نوع من الرقاق كله بيطلع مظبوط، بس انتي امشي على التفاصيل دي بالظبط. هتبليه مش بلق مش قوي، يعني ما تبلهوش جامد لدرجه ان هو يبوش جدا، لان لسه الحاجه ما تتحط فوقه، لسه ما تسقيه اللبن والبيض، كل ده هيطريه، فانتي بلاش تعجنيه، رشه كده بسيطه. بعد كده على بقى كل طبقتين هتقومي مديه دهنه خفيفه. شايفه انا بقى بعمل بطرف كده دهنه خفيفه من السمنه بس. هننزل بقى بالخضار وباللحمه. انا هعمل طبقتين من الخضار مش طبقه واحده، فانتي عايزه تعمليها طبقه واحده براحتك برضو، بس انا بحبها يكون الشكل القطعه بتاعه الرقاق فيها طبقتين. يعني ممكن ما تمليش اول، يعني الطبقتين ما تملهمش قوي، بحيث ان هما طبقتين، لو هما طبقه واحده امليها جامد. بعد كده هرص تاني وبرده دهنه كده خفيفه. بصي انا مش بلاه قوي، حتى تلاقيه بيتكسر معايا، مش بلاه قوي. بعد كده بقى ما عملت الطبقتين بنفس الترتيب، حطيت برضو الطبقات وحطيت ما بينها السمنه، وبعد كده قطعتها. جبت طبق بقى، حطيت لبن وبيض ورشة من الملح ورشة من الفلفل الأسمر، ودخلتها الفرن أو من غير أي لبن وبيض. بعد كده خدت الوش كده عشان تتورق، وبعد كده طلعتها حطيت عليها اللبن والبيض ودخلتها الفرن تاني، خدت الوش ده وطلعت. جربوها تعجبكم قوي، مش شاربة زيت وطعمها تحفة. جربوها وقولولي. سلام.